إذا الله رضى عن كل السابقين من المهاجرين والأنصار، ليش نقول من بعض المهاجرين والأنصار؟ أنت الآن فكر، علمائك يقولون من بعض المهاجرين والأنصار. إذا كلهم خوش ولد وكلهم طيبين وكلهم ما شاء الله، ليش يقول من بعض المهاجرين والأنصار؟ لأن كيف تعرف من التبعيضية؟ تعرف من التبعيضية بأن ترفعها وتضع بدل من كلمة بعض، ولذلك والسابقون الأولون من بعض المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون بعضا من المهاجرين والأنصار، بعض المهاجرين والأنصار. هنا يقول من التبعيضية. سؤال: إذا صدعت رؤوسنا أجمعين رضي الله عن أجمعين، ليش هنا يقول من بعضهم؟ فكر وأجب. طيب أبو أديب، إذا تريد الدور تفضل. أريد حاج وعد، بس أنا دقيقة أو دقيقة. نعم أبو سلطان. بس مداخلة أبو أديب بعد إذنك أبو أديب. تفضل أبو سلطان. لأن سيد ميثم يقول اعطينا الصفة فضيلة منقبة لعمر بن الخطاب. يا أخي يكفيه أنه كسر ضلع كسرى وجر إمامكم كالجمل المغشوش. تقدم يا أدم سيسي، تقدم يا أدم سيسي، ما تستحي. لكن أنت والله ما تستحي، بس هي شوف باوع شوف بس انتبه. أنت ترى ما تألمنا بهذا الكلام، لا تتوقع. أنت دا تألم نفسك، أنت دا تجعل نفسك في الحضيض. الذي يتكلم اسمع يا عار أهلك، اسمع. خلينا نقول لك: الذي جر كالجمل المغشوش والذي هو قال عن نفسه كنت أنزو كالأروى هو عمرك، هو نفسه يقول أنا كنت أنزو كالأروى. أقصى أمنية عمر يقول يا ليتني كنت كبشا، يعني طلي، يعني نعامي، يعني هرفي، بالأخير يأكلوا ويطلعوا عذرا. نعم أخونا دكتور. يا أخ أبو سلطان، أما الذي جر لحظة حجي، الذي جر هم القرينان الذين طلحة وأبو بكر الذين ربطا بحبل واحد وجروا كما يجر غيرهم. هؤلاء صحابة. شيخ أحمد غير صحيح. أبو أديب هذا اللي قدمته أبو أديب. الآن شو قبضنا من المداخلة؟ ما عندنا كسر ضلع كسرى يا حاج وعد. أنا عرفت ما عندنا هذا. شوفوا يا سنة ويا شيعة، عندما بعضهم يلمع بعض الآن، هذا ماذا يسمي فاطمة الزهراء كسرى، لأن الشيعة تعتقد بأنه كسر ضلع فاطمة. هؤلاء السنة أمامكم. إحنا يوميا تكتشفون، كما نقول أنهم يحبون يزيد ما حد يصدق كان، بعدين كشفوا أمام الناس أنهم يعتبرون يزيد وغيره أفضل من الأئمة، وانكشفوا الآن اعتبروا وأمامكم اعتبر فاطمة الزهراء عندهم كسرى. هو ما يعرف أن عمر بن الخطاب كان حبيب كسرى، لأن عمر بن الخطاب في التقاسيم والأنواع يقول تعلمت العدل من كسرى. عمرك نفسه هذا الجبان يقول تعلمت العدل من كسرى، نفسه هو هذا. هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين هم أمامكم يسمون فاطمة. إذا يجي واحد يقول لا هاي باعتبار عندكم، يعني الآن إذا كان عند الشيعة هكذا فتسمون فاطمة الزهراء كسرى، إذا لماذا تنقمون على الشيعة إذا سبوا أمكم عائشة ويسبوها بأفظع السباب؟ نحن لا نقبل، وهذا احنا الثلاثة مجمعين على هذا، يوميا تأتينا رسائل سباب وشتائم بفضل هذا الموضوع، وهذه كرامة لنا لأننا نعرف الله سبحانه وتعالى. لكن كلامي للسنة: استمعتم؟ يسمون فاطمة الزهراء كسرى، يسمون فاطمة بنت محمد كسرى. هؤلاء أهل السنة، استمعوا لهم وانظروا. نعم والله أنك جالس تدلس. منو أنت؟ أنا علي حفيد الصحابة. شوف كان كلامه واضح، كسر ضلع كسرى يقصد هزم الفرس. لا تتقول يا فرس، هو تعلم العدل من الفرس. من كسر ضلع كسرى؟ مين؟ اسمعني مين؟ الحديث دكتور علي منو اللي كسر ضلع كسرى؟ لحظة كسر، لما نقول كسر شوكة أو كسر ضلع يقصد فيها الفرس. لا هو يقصد، لا
هو يقصد كسر ضلع فاطمة لأن قال جر إمامك كالجمل. هو يقصد هذا. لا تكذب، لا ترقع يا مرقع، وما فيها ترقيع أصلا لأن مكشوفة. أنتم هذه عقيدتكم، اكشفوها للناس، خلي الناس تشوف أنكم نواصب أولاد سلطنة. خلي الناس ترى، خلي الناس ترى. لماذا تخفون لماذا تستخدمون التقية؟ لماذا تستخدمون التقية؟ كله ضعيف عن آباء من أبي عياش. لماذا تستخدمون؟ سد حلقك، سد حلقك، سد حلقك. طلع لك صوت الآن يا حبيب فلان وعلان. هذا الآن قبل قليل يشتم فاطمة الزهراء وهو ابن سلقلق، ما رديت عليه. اكشفوا عقيدتكم. لماذا تستخدمون التقية يا نواصب يا كلاب أهل النار؟ هذه عقيدتكم. فاطمة الزهراء عندكم كسرى، يزيد عندكم أفضل من علي بن أبي طالب، عندكم عائشة أفضل من رسول الله حتى من محمد، عندكم عمر يعلم الله وأفضل من الله. هذا عمر الجاهل الذي كان يأكل ويمسح ما يأكل بإسته، هذا القذر الذي يأكل ويقول مناديل آل عمر نعالهم. هذا عمر بن الخطاب الذي كانت رائحته تسكم الأنوف، الذي أنتم عليكم السلام. لحظة صفاته أعسى. اسكت، اخرس. أنتم قلتم صفات هذا العاهر أنه أعسر وأسود وطويل وأصلع وأحول وكل الصفات الرذيلة فيه. ما عنده غير شغلتين، إذا غضب فتل شاربه ونفخ، صار مثل هذا في المسلسل السوري، بس ينفخ شاربه يفتل شاربه وينفخ، صار ابو شهاب العقيل. يعني ابو اديب انت تقبل الان قدمت ابو سلطان. لحظه اخوان، دكتور علي انا ما قدمته، انا ما تستحون سفله. انا ما ارضى هاي الروايه. اللي ما يتأدب مع اهل البيت والله نضربه على راسه. تدخلون بأدبكم، تتكلمون، معطيكم معطيكم فرصة. حضر نحن أعطيناكم فرصة للكلام حتى نفضحكم أمام الخلق، وإلا لا كرامة لكم. أقسم بالله لا أنتم ولا علماؤكم ولا شيوخكم ولا كتبكم لكم كرامة عندنا، لكن نريد أن نري الناس والذين يتشيعون بسبب أفواهكم العفنة أنكم أعفن من العفن. فبالتالي ادخلوا وتكلموا بأدب، لا تأتوا بذكر أهل البيت، لا والله نحرقكم حرقا يا جبناء. كلكم خلف الشاشات تتكلمون، وها نحن أمام الناس وفي الشاشات صورة وصوت طالعين نتكلم، وكلكم جبناء. لو كنتم رجالا تكلموا هذا الكلام أمام الشيعي، لا يرجعك بأمك يا سافل. والله لن تصل. لحظة أبو باقر لحظة أبو باقر، أخونا دكتور علي تسمعني؟ دكتور علي قال لفاطمة الزهراء كسرى يا سفلة بنت محمد. السلام عليكم. اللي يريد هذا ايش فيه هذا؟ دكتور علي تسمعني أخونا؟ جاوبني لي، تسمعني؟ معك أنا. طيب دكتور علي أنت أولا لا كان يجب أن يوصل النقاش لهذه إن شاء الله هدي اسمع الدكتور كان المفروض فيك أن تنتفض على كلبكم، مو تتكلم علينا. إذا كنت تتبع محمد لكنك تتبع يزيد ومعاوية يا أنجاس، ويصل النقاش. فينا مجال رجل يمثل فاطمة الزهراء بكسرى يا أولاد السلقلق. ما يخالف. لا لحظة أبو باقر لحظة أخونا أبو عبد الرحمن. هدوء أخواني نقاش لازم نستمع للطرف الآخر بكل هدوء. الله يبارك بكم، حافظوا على الهدوء. هل تكلمنا مع أحد أفواههم تقطر سمن؟ هل تكلمنا؟ هل ذكرت شيء؟ أنا ألم أسكت من بداية البرنامج إلى الآن. هل أنت تعرف والكل يعرف؟ هل أنا قليل حجة؟ لكن أنتم تكفون. لكن عندما يتجاوزون على آل البيت والله نلجمكم. تأدبوا، تكلموا أمام الناس، بينوا أخلاق أمكم عائشة الفاحشة، لكن بأدب. لا تتجاوزوا على أهل البيت، غير مسموح لكم. عندما نتكلم تقولون ما يصل الخطاب لهذا. الجموا أفواهكم العفنة أولا. احترموا بنت محمد، احترموا علي بن أبي طالب. لعنة الله عليك وعلى أبو سلطان وعلى كل من تتبع إلى يوم القيامة. يا قدر أنت من قدمه وليس نحن. أخونا دكتور علي.